السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومشاهدينا الأعزاء، حياكم الله في قناة اليمن الرياضية. أندية آزال والصقر والعروبة تمارس تمارينها اليومية عليه، لكن المفاجأة كانت عصر اليوم حيث منعت إدارة حديقة السبعين بصنعاء الأندية من ممارسة تمارينها على هذا الملعب، والأسباب مجهولة. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الخبر، فضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. للعلم، هذا الملعب تم تعشيبه اصطناعيا على حساب المنظمات، وكان الأولى أن يتم تعشيب ملاعب أحد الأندية حتى يستفيد منه الشباب والرياضيون، لا أن يتم تشييده داخل حديقة ألعاب ولا علاقة لها ولا للقائمين عليها بالشباب والرياضيين. رسالة لأمانة العاصمة والقائمين عليها: ألا يكفيكم قطع الدعم السنوي على الأندية لتزيدوا الطين بالله بمنعها من التدريب على ملعب خصص للشباب والرياضيين وشيد من أجلهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.